لو انتي من محبي الشيش طاووق، تعالى اقولك على سر التتبيلة اللي يخليه جوسي وطري ومستوي بالشكل ده، وهتعملي منه احلى سندوتشات للولاد. بجد خطير وبتتبيلة مختلفة. ولادك هيطلبوا منك كل يوم. مع صوص المايونيز بقى تحفة. تعالي بقى اقولك على سر التتبيلة. في كبة بصلاية كبيرة، 4 فصوص توم، كوباية زبادي أو معلقتين كبار زبادي، ومعلقة كبيرة من العسل، معلقتين كبار كاتشب، معلقتين كبار باربيكيو صوص، ومعلقة من دبس الرمان، ومعلقة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من المستردة، وعصير ليمونتين، وحوالي 3 معالق زيت، ومعلقة كبيرة خل، وبكوين من مرقة الدجاج بيعادل معلقة كبيرة من المرقة. بنحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والزعتر والثوم البودر والبصل البودر والكركم والبابريكا. والسر بقى في هريسة الشطة، معلقة كبيرة. بنضربهم كويس مع بعض. والملح خلي بالك عشان احنا حاطين مرقة، فندوق الملح بتاعه لو احتاجتي حطي. وهنا كان عندي وراك، كيلو وراك مخلية، بقطعهم كده مكعبات كلها قد بعض بالشكل ده. ولو حابة الصدور هتبقى حلوة جدا. كده قطعت الشيش كله بالشكل ده. حطيت عليها التتبيلة اللي عملناها. اهم حاجة الشيش كله يشرب من التتبيلة كويس قوي. واسيبه حوالي ساعتين في التلاجة. واروح اجهز بقى الخضار. كده بعد الساعتين كنت مجهزة فلفل الوان وبصل مقطعين، وحطيت فلفل حامي اللي بيحبوا سبايسي. وهنا جبت الاسياخ، كنت نقعاها نص ساعة في مية عشان ما تتحرقش منك، وسيخيها بالطريقة اللي انت عايزاها بتحبيها. لو مش حابة تحطي خضار خالص براحتك، بس طبعا هيديها طعم حلو. بصوا اتعمل بالشكل ده. هخلص الكمية كلها وهرجع تاني. بصوا الشكل، والله تحفة يا جماعة، تحفة. في طاسة نحط زيت. في الأول بتبقى على درجة حرارة عالية عشان ندي صدمة للشيش، وبعد كده بنهدي النار عليه. أول ما بياخد اللون ده بنقلبه على الجنب التاني
وهو بياخد حوالي 10 دقايق بس. شايفين الشكل جوسي وطري ازاي، والطعم ولا اجمل من كده، تحفة بجد. وبألف هنا.